إذا كانت ثورة 25 يناير قامت عشان خالد سعيد وسيد بلال، النهارده كل يوم بنشوف خالد سعيد، يعني مسألة صعبة جدا غير محتملة. هل في ناس عايزة تسقط السيسي؟ والله أنا بقسم بالله إن إحنا حريصين كل الحرص إن الرئيس السيسي ينجح، لأن نجاحه نجاح لمصر. انت عايز تقول انه هذه الاخطاء المتكرره من بعض ضباط الشرطه، وكأن هناك من يسعى. انا ايام مرسي بدات ان انا اشك ان في ناس حواليه يعني بتخطط لافشاله. النهارده بدا هذا الشك يساورني، لان حاجات غير معقوله وغير متقبله، والواحد مش لا يستطيع ان يستوعبها اللي بيحصل ده. هل الناس مش مدركه الخطر اللي احنا فيه؟ استعداء الشعب بهذه الصوره، عمل الشرخ. وانت تنتظر مني كمواطن مصري لما كل يوم اشوف على الشاشات، حضرتك عرضت ان ضابط بيسحل واحد في الشارع او بيضربه او بيهينه، ده بيهينني انا، بين الشعب كله. او واحده تتعذب في سجن وتنتهك كرامتها وعرضها، تنتظر ايه من الشعب المصري؟ وكيف يلتف حوالين الاجهزه الامنيه؟ احنا عايزين جهاز الامن يكون جهاز قوي، واحنا حريصين ان يكون جهاز الامن قوي، ولكن قوه الاجهزه الامنيه لا يكون بالتعذيب واهانه المواطنين، يكون باحترام ادميه الناس واحترام كرامتهم. هيكون في تعاون، وهيكون الشعب المصري سند للامن. والامن لا يكتسب قوته بإهانة المواطنين، ولكن باحترام المواطن، بحيث ان الشعب المصري فعلا يكون سندا للشرطة.